أردوغان يصدر على النار ويفاجئ هذه الفئة بشكل خاص. تركيا تكشف سر عسكري خطير للغاية، هذه تفاصيله. حرب مرتقبة بين الجيشين التركي والسوري ومفاجأة للملايين. وزير تركي يصدر إعلان ناري للغاية ويفاجئ الملايين. أمر خطير يهدد حملة هذه الجنسية العربية في تركيا. الأرصاد التركية تحذر من العواصف الرعدية بهذه المناطق. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار التركية. قبل البداية نأمل منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر الإعجاب لكي يصلكم كل جديد. أردوغان يصدر. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المعركة ملاذ فتحت أبواب السيادة السياسية للأتراك على الأناضول. كلمة أردوغان جاءت في إطار مشاركة بولاة موش باحتفالات ذكرى السنوية 952 انتصار السلاجقة على بيزنطة سنة 1071. وقال نحن كنا هنا منذ زمن طويل، ولكن ملاذ كرد فتحت لنا أبواب السيادة السياسية في الأناضول، وحقق النصر في المعركة توجيه أكبر ضربة للحملات الصليبية بعدما مهد لتأسيس دولة سلاجقة الأناضول أولا، ومن ثم مع النضالات الناجحة للدولة العثمانية التي رفعت الراية متحلية بنفس الإيمان أدى كذلك إلى النصر لفتح البلقان واسطنبول. وأضاف هذه معركة ملاذ كرد هي نقطة البداية لسلسلة الانتصارات التي أوصلتنا إلى أبواب فيينا، في إشارة إلى حملات العثمانيين لضم النمسا الإمبراطورية في القرن السادس عشر، ومعربا عن اعتزازه بتلاحم أبناء الشعب التركي. وقال هذه الأرض تتبارك وتنعم بنداءات الله بسم الله الله أكبر التي تتعالى في سمائنا منذ 1000 عام، وأن الناس القاطنين فوقها متعاضدون ومتحدون حول الهدف السامي نفسه بصرف النظر عن أصولهم وطباعهم واختلافاتهم. كما أشار الرئيس التركي إلى إنجازات وحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبلاد خلال العقدين الأخيرين، وقال لقد عززنا منجزات جمهوريتنا بأعمالنا وخدماتنا التي قدمناها لكل شبر من أرض بلادنا خلال 20 عاما الماضية. تركيا تكشف. أعلنت تركيا أنها بصدد إطلاق مسيرتين جديدتين ستنضمان لقائمة طائرتها المسيرة التي تستخدم لأغراض عسكرية قتالية كما تستخدم للاستطلاع والمراقبة. ونقلت وكالة الأناضول عن سهاد دينجر مدير شركة أسن لصناعة الطائرات المسيرة التي صنعت المساريتين قوله أن الشركة تعمل على اختيار المسيرة كوكوهون التي تعد ضمن الطائرات المسيرة التكتيكية الصغيرة. وأشار إلى أن الشركة بصدد اختبار قدرة المسيرة على الطيران بالمحركات الكهربائية فقط، وأن عملية اختبار قدرتها على الطيران بمحرك الاحتراق الداخلي ستبدأ في مرحلة لاحقة في مطلع سبتمبر أيلول. وأوضح مدير شركة التركية أن المسيرة الأولى كوخون تصنف ضمن المسيرات الهجانية التي تملك القدرة على الإقلاع والهبوط بشكل عمودي بأجنحة ثابتة، وهي ضمن فئة من المسيرات بدأ تصنيعها منذ نحو 7 سنوات. كما بدأ الإقبال على صناعتها يزداد بفضل قدرة محركاتها الكهربائية ووزن محركاتها المنخفض. وبحسب دينجر فإن المسيرة الجديدة التي بدأ العمل في مشروع صناعتها عام 2019 وعمل على تصنيعها 43 شخص يمكنها حمل 18 كيلوغراما، كما يمكنها البقاء في الجو لمدة 16 ساعة بحمولة تبلغ 12 كيلوغراما. وقال دينجر في البداية صممنا هذه المسيرة للاستخدام العسكري، وبالنظر إلى قدرتها فهي تتمتع بزمن البث والسرعة ومدى طيران يصل إلى 150 كيلومترا، وأن من واجباتها الاستطلاع والمراقبة العسكرية والاستخبارات، فلقد تم تصميمها لاستخدامها في فئة الطائرات المسيرة التكتيكية الصغيرة. حرب مرتقبة. سلط مقال تحليل نشرته صحيفة صباح المقربة من الحكومة الضوء على آخر تطورات العلاقة بين تركيا والنظام السوري، مرجحا أن تذهب الأولى إلى نقطة مختلفة في حال بقي بشر الأسد بعيدا عن واقع الأرض. وكان الأسد قد أعاد الحديث قبل أسبوعين عن شروط لقائه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان بقوله أنه يرفض لقائه دون شروط مسبقة. وأضاف أن كلمة من دون شروط مسبقة للقاء يعني من دون جدول أعمال، ومن دون جدول أعمال يعني دون تحضير، ومن دون تحضير يعني دون نتائج. وأثرت هذه التصريحات علامات استفهام حول عملية التطبيع، لكن وفق للمقال التحليلي فإن الموقع الذي أبداه وزير الدفاع التركي شارغولار بعد ذلك كان لصالح المسار التصالحي على نحو أكبر. وبعد الانتخابات يمكن لسياسة تركيا المتشددة على نحو متزايد تجاه طالبي اللجوء بما في ذلك السوريين أن تكون بمثابة حافز في المفاوضات. ويضيف كاتب المقال عندما ننظر إلى خطوات التضييق الاقتصادي التي اتخذتها تركيا في الفترة التي تسبق الانتخابات المحلية والمشاكل الاقتصادية المرتبطة بطالبي اللجوء معا، فإن هذه المواضيع من الممكن أن تصل بالمحادثات بين تركيا والنظام السوري إلى مستوى معين. أمر خطير. ينظر استمرار توقف صادرات النفط العراقي عبر تركيا بأزمات كارثية في إقليم كردستان العراق تصل إلى حد الانهيار المالي والسياسي لتطال تداعيات الحكومة المركزية في بغداد وكذلك أسواق النفط العالمية التي تشهد ارتفاع في الأسعار، ما يبدد محاولات الكثيرين مكافحة التضخم لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ووقفت تركيا صادرات النفط العراقي البالغة نحو 450 ألف برميل يوميا عبر خط النبيب بالعراق تركيا الشمالي في 15 من مارس آذار الماضي بعد حكم في قضية تحكيم صادرة عن غرفة التجارة الدولية ضد أنقرة. وكان العراق قد رفع دعوى أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس عام 2014.
وكانت تتعلق بدور تركيا في تسهيل صادرة النفط من إقليم كردستان العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، التي تقول أن شركة السوم المملوكة للدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة صادرة الخام عبر ميناء جيهان. وقال العراق أن أنقرة وشركة بوتاش التركية الحكومية للطاقة انتهكتا أحكام اتفاق خط الأنابيب العراقي التركي الموقع في عام 1973 عبر نقل وتخزين النفط من كردستان وتحميله على ناقلات في جيهان دون موافقة بغداد. وزير تركي. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن إعادة إحياء اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود يعد أولوية بالنسبة إلى تركيا عقب لقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بنظيره الأوكراني ديمترو كوليبيا في كييف. قال فيدان في مؤتمر صحفي حول اتفاقية ممر الحبوب في البحر الأسود التي انسحبت من روسيا: نعلم أنه يجري البحث عن طرق بديلة، لكننا نرى أن هذه الطرق لا يمكن أن تكون بديلا عن المبادرة الأصلية، واحتواء المخاطر وإحياء هذه المبادرة يمثل أولوية بالنسبة لتركيا. يأتي ذلك في إشارة إلى إعلان أوكرانيا تشغيل ممرات بديلة لتصدير الحبوب. أكد فيدان أن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان يقوم بعمل منهجي للغاية بشأن هذه القضية، وأعرب عن سعادته باستضافة وزير الخارجية فيدان في كييف. وقال إن هذه الزيارة الأولى إلى كييف هذه زيارة ستسجل في التاريخ، لأن هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها وزير خارجية الجمهورية التركية منذ أن بدأت الحرب، في إشارة إلى العلاقات بين أوكرانيا وتركيا. وقال كولوبيا: هناك شراكة حقيقية وعلاقة دعم متبادل بين البلدين، ولا تحتاج إلى الشراكة إلى أي تفسير إضافي. كما استقبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في كييف، وشكر زيلينسكي تركيا على دعمها لبلاده. الأرصاد التركية. كشفت وسائل إعلام محلية أنه تم إصدار تحذير محلي من العواصف الرعدية القوية في المناطق المحيطة بمدينة ريزي والجزء الساحلي من أرتافين. وبحسب بيان المديرية العامة للأرصاد الجوية، فمن المتوقع أن تكون العاصفة الرعدية المتوقعة في محيط ريزي والجزء الساحلي من أرتافين قوية محليا حتى ساعات المساء. وأكد البيان على ضرورة الحذر من سلبيات مثل الفيضانات المفاجئة والبرق والبرد المحلي والرياح القوية المفاجئة والعواصف قصيرة المدى وتعطيل وسائل النقل. وضربت هزة أرضية منطقة سينسك في أديامان. وبحسب المعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الاتحاد الأفريقي وإدارة طوارئ أفاد، تم تسجيل الهزة بقوة 3.7 درجة في منطقة سينسك في أديمان. وذكرت أفاد أن الهزة وقعت عند 10:34 على عمق 10.88 كيلومترا. وأعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يومكالي أنه تمت السيطرة على حريق الغابات في جناق قلعة. وأقر الوزير في بيان في مركز إدارة حرائق غابات جناق قلعة إن الحريق الذي بدأ في 22 من أغسطس في موقع ديمتري المركزي في جناق قلعة تم التدخل فيه برا وجوا. وأكد أنه تم التدخل الفعال والمكثف لحظة بلحظة. وأضاف يومكالي بالتنسيق مع منظمة الغابات وأفاد وجميع مؤسساتنا الأخرى والمنظمات غير الحكومية والمتطوعين وشعب جناق قلعة وخاصة أمتنا الذين لم يبخلوا علينا بصلواتهم تم السيطرة عليها في غضون 48 ساعة. وأعرب الوزير التركي عن شكره العميق لجميع الأطراف الذين أظهروا مرة أخرى روح جناق قلعة لكل تركيا من هنا. عزيزي المتابع، ما رأيك بتصريحات أردوغان؟